السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أصدقائي الحلقة الثانية من حلقات تعلم مبادئ البرمجة باستخدام لغة بايثون. احنا قبل كده كنا ادينا مقدمة عن ليه بايثون. النهاردة هنبدأ ان شاء الله اول حلقة وهنعمل برنامج بايدينا زي ما عملنا قبل كده في الفيجوال بيزك فور ابليكيشنز، وعملنا آلة حاسبة كده صغيرة شفنا فيها استخدام البروجرامينج بيبقى عامل ازاي. قبل ما نبدأ بس يا أصدقائي لازم نتكلم في مفهوم مهم قوي. المفهوم ده احنا ادينا إشارة عنه أول ما اتكلمنا خالص. قلنا إن الكمبيوتر مش بيتعامل بلغة المشاعر والعواطف زي البشر. الكمبيوتر بيتعامل بلغة البيانات والمعلومات. يعني إيه بيانات ومعلومات؟ هتقول لي طب إزاي؟ طب ما أنا بدخل على شات جي بي تي وبكلمه وبنبقى أصحاب وبنقعد نهزر مع بعض وفي مشاعر أهو وعواطف. هقول لك لا، خلي بالك. انت لما بتدخل على شات جي بي تي فانت مش مبرمج، انت ساعتها يوزر او مستخدم للكمبيوتر او للنموذج بتاع الذكاء الصناعي. تمام؟ وزي ما ضربنا مثال قبل كده، الراجل اللي واقف على الكاشير في السوبر ماركت ده مش بروجرامر، ده يوزر برضه لبرنامج في واحد تاني بروجرامر عمله. واللي بيستخدم الوورد والاكسل دي كلها احنا نعتبر بنستخدمها كيوزر او كمستخدم. لكن انت كبروجرامر عشان تتكلم مع الكمبيوتر لازم تكلمه بكلام منظم، ولازم تتعامل معاه من خلال حاجة اسمها البيانات. دي كلمة مش جديدة علينا، كلمة بيانات دي كلمة مش جديدة، بس هنعرف لما نيجي نتعامل مع الكمبيوتر بقى لازم تكون دقيق. لان انت لو ما انتش دقيق، خلي بالك، حتى انت لو دخلت على شات جي بي تي ولا اي نموذج من بتوع الذكاء الصناعي وكتبت اي كلام مش منظم هتلاقيه برضو ردوده عليك مش منظمة. هو مش بينظم لك حاجتك، لا، هو لو انت عشوائي هتلاقيه كمان عشوائي. انما في البروجرامنج العشوائيه ما تنفعش، لازم تتعامل مع الكمبيوتر من خلال حاجه اسمها البيانات. بتديله بيانات وهو بيرد عليك بنتائج من خلال البيانات دي، او بنسميها معلومات. حلو؟ يبقى انت كبروجرامر لازم اول حاجه تعرفها ازاي تتعامل مع الكمبيوتر من خلال البيانات. طب ايه هي البيانات؟ خلينا حتى في الحياة العادية بعيد عن الكمبيوتر دلوقتي. هديكم مثال انا كنت عامله على سلايدز الحقيقة، وكان شكله جميل قوي وكان فيه رسومات وحاجات من دي، بس الحقيقة الكمبيوتر راح الصيانة فضاعت، فانا قلت بلاش اتأخر عليكم. فهديكم المثال اللي انا كنت راسمه بصورة مبسطة. احنا هنتخيل ان في واحد بياع خضار، تمام؟ لقى زبون داخل عليه اول مره يشوفه، وهو عارف الناس بتوع المنطقه بحكم ان هو قديم في المنطقه دي. فسال الراجل اللي داخل عليه ده هو الجديد اللي اول مره يشوفه، قال له طلبات حضرتك ايه؟ قال له انا عاوز 1.5 كيلو طماطم. فالبياع بمنتهى الاحترام راح جاي وزن له 1.5 كيلو طماطم وقال له اتفضل. فالبياع حب يتعرف عليه كنوع من ان هو يعمله زبون عنده ويبقى برضه عارفه من ضمن ايه الناس اللي في المنطقه اللي هو عارفهم. فقال له امال حضرتك اسمك ايه؟ قال له انا اسمي ايهاب. اوكي؟ قال له اهلا وسهلا بيك يا استاذ ايهاب. هو حضرتك عندك اولاد؟ قال له اه عندي اولاد. قال له طب ليه ما بعتش حد منهم يشتري عادي؟ يعني لو بعت ابنك الصغير انا هديله الحاجه وهكرمه كاني بتعامل معاك بالظبط. حضرتك عندك كام ولد؟ قال له انا عندي 3 ولاد. المحادثه القصيره دي اللي بين الراجل الفكهاني او الخضراتي والاستاذ ايهاب كان فيها 4 اسئله و4 اجوبه. السؤال الاول ساله انت عاوز تشتري قد ايه؟ قال له عاوز اشتري 1.5 كيلو طماطم. السؤال الثاني قال له انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي ايهاب. السؤال الثالث قال له عندك اولاد؟ قال له ايوه او نعم. السؤال الرابع قال له عندك كم ولد؟ قال له عندي 3. الحوار البسيط ده بيورينا ال4 انواع الاساسيه من البيانات اللي احنا كبشر بنتعامل معاها كل يوم، وبالتالي هنتعامل بيها مع الكمبيوتر زي ما اتفقنا. البيان الاولاني اللي هو قال له انا عاوز 1.5 كيلو، دي تعتبر بيانات رقميه عشريه. عشريه يعني ايه؟ يعني فيها علامه عشريه، فيها 1.5 كيلو او 1.25 كيلو او 5 كيلو ونص او 10 كيلو الا ربع. المهم الوزن هنا بيحتمل قيم ما هياش صحيحة. تمام؟ فده أول نوع من أنواع البيانات اللي البشر بيتعاملوا بيه مع بعض. النوع الثاني لما قال له اسم حضرتك إيه؟ قال له أنا اسمي إيهاب.
دي اسمها بيانات حرفية. بيانات حرفية يعني نقدر نستهجاها، نكتب EHAB او ألف ي ه ألف ب، يعني ايا كان، بس هي مكونة من حروف ملهاش علاقة بالارقام، ما ينفعش لا تتجمع ولا تنطرح ولا تتقسم على بعضها. النوع الثالث من البيانات اللي هو قال له حضرتك عندك اولاد؟ قال له ايوه او نعم. النوع الثالث ده اسمه بيانات منطقية. ليه بيانات منطقية؟ ما تركزوش في الاسم قوي دلوقتي، بس هو ده الاسم المتعارف عليه في كل لغات البروجرامنج تقريبا. بيانات منطقية او لوجيكال او بوليان، لان اجابتها بتحتمل حاجة من اتنين، يا يا لا، يا يس يا نو. عندك اولاد؟ عندي، او لا ما عنديش. مفيش حاجة وسط، مفيش حد عنده طفل ونص، لا، يا عندك يا ما عندكش. حضرتك مدخن؟ يا لا، مفيش فيها فصال، مفيش حد في النص بين مدخن يا لا. حضرتك طالب؟ يا لا، انا طالب لو انا في كليه او مدرسه، لكن لو انا غير كده يبقى انا مش طالب. يعني اوكي، يبقى في امثله كتير في الحياه بتحتمل الاجابه بيس اور نو، وهي دي اللي بنسميها الداتا المنطقيه. النوع الاخير من البيانات اللي هو له علاقه بالنوع الاولاني، اللي هو قال له انت حضرتك عندك كام ولد؟ قال له انا عندي 3. النوع ده اسمه بيانات عدديه او بيانات رقميه صحيحه. ما ينفعش يقول له انا عندي ولدين ونص، لازم يا 3 يا 2 يا 5 يا 7، المهم ان هو عدد صحيح ما ينفعش يتقسم. وده طبعا عليه امثله كتير في الحياه، بس خلونا من الامثله دلوقتي. احنا عاوزين نركز ان احنا عندنا 4 انواع من البيانات بنتعامل بيهم كبشر مع بعض. اوكي؟ طب حد هيقول لي لا ده في بيانات تانية ما هيش كده بقى، ده في بيانات بره اللي انت بتتكلم عليها ده خالص. طيب اوكي، قول لي ايه، زي ايه كده؟ هيقول لي مثلا الصور. انا ممكن اوريك صوره اقول لك دي صوره فلان. اوكي يا اصدقائي، خلي بالكم الصور دي برضو الكمبيوتر بيتعامل معاها لانها ارقام، وممكن نشوف ده بعدين ان شاء الله. او زي ما انا حتى الفيديو اللي فات اتكلمنا عن شاب كان بيبيع البيكسلز اللي هي عباره عن صور على الشاشه، وكان بيبيع البيكسل بدولار. ارجعوا للفيديو ده لو سمحتوا. هيجي يقول لي مثلا التاريخ بيبقى مثلا لما انا اقول 3/12/2015، هقول له برضو يا عزيزي هو مكون من 3 وهي رقم صحيح، 12 رقم صحيح، 2015 رقم صحيح. اذا ال4 انواع الاساسيين من البيانات هم اللي اتكلمنا عليهم من شويه، ودول بيندرج تحتهم او بيتفرع عنهم كل انواع البيانات الثانيه اللي اسمها انواع بيانات مركبه، بس اللي اتكلمنا عليهم النهارده دي الانواع البسيطه من البيانات. وبايثون بما انها لغه برمجه تقدر تعمل اي حاجه في حياتنا، فهي برضو عندها نفس ال4 انواع دول من البيانات. تمام؟ طيب حاجه اخيره بقى هقولها بالنسبه للبيانات، انا ازاي بقدم البيان ده للكمبيوتر، او ازاي بخليه يتعرف على البيان ده؟ انا بعرف حاجه اسمها متغير. طبعا اللي داخل علمي يعرف يعني ايه متغير. variable، او يعني في الجبر كنا بنقول مثلا متغير س بتساوي كذا او اكس بتساوي كذا، ده اشهر اسم متغير بيستخدم في الرياضيات، اكس بتساوي كذا. حتى انتوا هتلاقوا في الافلام والقصص والجيمز والحاجات دي في شخصيه اسمها يعني كده بتظهر اسمها مستر اكس. مستر اكس ده اللي محدش يعرفه، ليه؟ لانه متغير. تمام؟ فعشان نتعامل مع ال4 انواع بيانات اللي اتكلمنا عليها من شويه، بنتعامل مع اللغه من خلال المتغيرات. المتغير ممكن اسميه اكس، اقول ان هو بيساوي 1.5، او اكس بيساوي 3 اولاد، او وهكذا. فالمتغيرات في بايثون ده مفهوم مهم جدا، ده اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله، ويلا بينا نشوف. تعالوا نشوف الكلام ده يا اصدقائي بالمثال ده. المتغير هو عباره عن الصندوق اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو اسمه اكس. لو انا جيت كده قلت اكس يساوي 1.5، يعني لو انا جيت في البرنامج بتاعي كتبت كوماند قلت فيه اكس بتساوي 1.5، اللي هيحصل ان الصندوق ده هيبقى فيه قيمة كام؟ 1.5. وانا تعمدت ان انا اخلي 1.5 دي تدخل من جهة اليمين، لان زي ما اتفقنا ان علامة اليساوي او الاساينمنت اوبريتور ده بياخد القيمة اللي على اليمين ويحطها في الفاريبل اللي على الشمال. لو انا قلت كده اكس بتساوي 3، فورا 1.5 هيختفي ويحل محله الكام؟ 3، لان الفاريبل من خصائصه ان هو بيحتفظ بقيمة واحدة بس
في وقت معين، يعني one value at a time، في اي وقت بيبقى فيه قيمه واحده بس، ما ينفعش يبقى فيه الواحد ونص والثلاثه مع بعض. وانا تعمدت هنا ان الثلاثه يبقى لونها مختلف، لان الثلاثه من نوع بيانات مختلف عن الواحد ونص. الثلاثه من نوع البيانات الرقميه الصحيحه، لكن الواحد ونص كان من نوع البيانات الرقميه الايه العشريه. نفس القصه بقى، ان انا هنا هوت لو جيت قلت اكس بتساوي ايهاب، الثلاثه هتختفي ويحل محلها ايه؟ ايهاب. يبقى الصندوق دلوقتي فيه كلمة ايهاب. القيمة الرابعة اللي اتكلمنا عنها من انواع البيانات، وهي لو قلت اكس بيساوي ترو، اللي هو نوع البوليان او اللوجيكال، اللي هو يا اما ترو يا اما فولس. حتى كلمة فولس لو احنا طبعا متعودين على كلمة فالسو اللي هو غير حقيقي، فكلمة ترو حقيقي وفولس غير حقيقي. فلو انا قلت اكس بيساوي ترو، كلمة ايهاب هتختفي ويحل محلها كلمة ترو. فكده يا أصدقائي شفنا تطبيق عملي. لو أنا كتبت سطر في البرنامج وبقول إكس بتساوي قيمة معينة، القيمة دي بتتحط في الصندوق اللي اسمه إكس. هو ده مفهوم الفاريبلز أو المتغيرات في لغات البرمجة، وخاصة بايثون اللي احنا بنتكلم عنها. تمام؟ أتمنى أن كنتوا المعنى يكون وصل لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.